شعدنا شباب. الامير الطقاع. مرحبا مرحبا بالمشاهدين، مرحبا ومسهلا. كان صعب علي جدا اني اعلق على قصة ولد الملك عبد الله اللي اسمه ماجد واللي عمره 29 سنة بس، وهرب من امريكا المجرم قبل كم اسبوع حتى لا يحاكمونه. صار لي اسبوع وانا افكر ايش اقول عن هالبزر الملكي المعظم، عظمه تنشب حلقه ان شاء الله. في كلام ما ينقال لا في اليوتيوب ولا في غيره. الامريكان علقوا على قصته براحتهم لانهم غربيين وعندهم حريه وما في حواجز لا من الجمهور ولا من غيره. بس بصراحه انا استحي، ورغم اني خشن شوي على المراخين، لكن موضوع ماجد سبب لي ربكة. راح أقول لكم قصة ماجد هذا باختصار وعلى وجل وخجل بعد. هذا الأمير ماجد شاذ، وما أكثر الشواذ في العائلة المالكة السعودية، لكن شذوذ هذا ماجد غريب حتى عند الشاذين أنفسهم، لأنه أمير ما اشترى له قصر لكنه استاجره. تدرون بكم استاجر القصر؟ ب37 مليون دولار. ما هي مشكلة انه لص ويلعب فيها كل الامراء على هالمنوال. المشكلة انه اعتدى على 3 حريم في امريكا، وقال لوحدة منهم انا امير واسوي اللي ابغيه وانت ما تقدرين تسوين لي شيء. وقام هالامير وطلب من كل موظفين القصر انهم يتعرون قدامه، نسوان ورجال. إلى الآن ترى هذا كل شيء عادي، لأن الأمراء يعتبرون أنفسهم فوق خلق الله ويعتدون عليهم، وكأن الناس ما عندها كرامة. وأزيدكم من الشعر بيت، هذا الأمير ماجد ولد الملك عبد الله يترك الآخرين يبسطونه بفلوس، يعني يطيبون خاطره. وإلى الآن هذا عادي عندهم، لأن كثير من أمراء آل سعود كذلك. الشيء اللي ما دخل عقلي ولا عقول الغربيين انه طلب من رفيقه انه يطقع في وجهه، يطلقها في وجهه، جعلها في وجهه، وقال انه يحب يشم ريحة الطقاع. ترى والله انا ما امزح، واكثر التعليقات في التلفزيونات والصحافة الغربية ركزت على هذا الشيء، ومستغربين من هالنوع من الشذوذ الملكي السعودي. طيب أنت يا ملعون الوالدين والأعمام والأخوال يا ماجد يا ولد عبد الله، يوم أنك تبي تشم طقعة ليه ما اخترت واحد سعودي يطقع في وجهك على الأقل؟ سامنا في عريكنا. راح قززت نفسي يا ملعون الوالدين، لعن الله أبوكم يا مراخين، يا سبلة، يا جرذان. وإذا عجبكم المقطع اضغطوا لايك، اللايك والشير يعتبر طقعة في وجه آل سعود. أليس كذلك؟ أطقع في وجه الأمير بلايك.